أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير. معكم ليندا، واليوم إن شاء الله هنستعمل عبوة واحدة من لوريات اللي هي رقمها 6. هذه العبوة شوفوا كل ما تحطها على باص تختلف، يعني كل باص تعطيكم لون. هنا طبعا كان بنات بزاف اللي عندهم ليماج طلعوا صفورة، أو إنهم ليماج تعبت لهم شعرتهم فحابين يخفوا اللون، أو داروا ديكاباج وحابين لون خلاف اللون هذاك الأصفر الكناري أو المزعج البنان. فجبت لكم عبوة واحدة تقدروا تفاصوا بها الشعيب، كذلك الألوان المزنجرة، وبالإضافة إلى ليماج القدم، وتقدروا تشبدوا فوق منها ليماج مرة أخرى، لكن لاباس تاع الشعر تختلف، إذا اللون يختلف. هنا خدمنا على أصفر بنان، وهذه طبعا الحفافة راهي ما فيهاش كما نقولوا حنا اختراعات أو شيء، هي شيء هاك كما تقريه كما تطبقيه. ممكن انت تتعلمي حوايج جدد وتضيفيهم في العمل تاعك، فما كاينش ميلونجات تخرج الأصفر طول أو تخرج الجري طول بلا ليماج ولا ديكاباج. إذا اليوم كيفاش نفاصوا ليماج تاعنا ونتحصلوا على لون جميل؟ إذا خدنا عبوة واحدة من رقم 6 وعليها عبوة أوكسيدون من رقم 30 فوليوم. اللي عندهم الشي بيستعملوا 20 فوليوم ويختاروا الأوكسيدون الكريمي، ماهوش الأوكسيدون الحلي اللي يكون سائل. راح نخلطه جيدا ونبليكوه على الشعرة. فقط حبيت نقول لكم باللي الناس اللي عندهم شعرهم في العسلي كي يديروا هذا اللون يخرج يعني مختلف، كل ما بدلتوا لاباس كل ما خرج لكم. انا حبيت ندير لكم فيديوهات تطبيقيه على الوان الصبغه كان فاصو واش تخرج لينا، وان شاء الله هذا الفيديو سيكون مفيد جدا الى كل فتاه مبتدئه او حلاقه مبتدئه. المهم طمنوني عليكم، واش راكم عاملين في هذه الايامات؟ راكم بخير؟ كاش جديد كاش قديم؟ انا صراحه توحشت نخرج، مانيش عارفه ماني كنت بيتوتيه لكن ان شاء الله ربي يفرج علينا ونخرجوا. هنا قمت بتطبيق الصبغه، وايضا كاينه حاجه نعطيه لكم معلومه مهمه جدا اللي هو تقدروا تستعملوه كرنساج. الرنساج عباره على واش؟ هو تدو عصره من رقم 6 وتزيدي لها فنجان اوكسيدون، فنجان شامبوان، وزوز فناجل تاع ماء، تخلطوهم جيدا، تدخلي الدوش وترغني بشعرك، راح تطفي تماما الالوان المزنجره وتتحصلي على الوان رائعه جدا. كذلك الرنساج هو ليس كالصبغه، فهو لا يدوم، يعني غسله زوج يحول ليكم. ف نتمنى انكم يعني كي تطبقوا الميلونج دائما تلتزموا بقاعده الشعر، يعني اذا حطيت اصفر حطوا، اذا حطيت برتقالي حطوا، اذا قلت لكم على قاعده كحله حطوا. اذا البنات اللي راهم يحوسوا يفتحوا شعرهم بالبيئان راني حنخلي لكم في صندوق الوصف. نرجعوا هنا، اخذت رقم 6 اللي قلت لكم عليه، هذا في لوريات وحطيته على الشعر، يخرج لنا كيما لا فوتو بالضبط، يعني لون رائع جدا للمحبات لهذا اللون. هذا اللون يليق على كل يعني البشرات، سواء كانت سمراء خمريه او بلوندا، فمتقلقوش رواحكم تقدروا تستعملوه. اذا حبيباتي ان شاء الله يعني الفيديوهات اللي نقدم لكم فيها تنال رضاكم. اذا كان عندكم لون معين او شيء فخلوا لي، وقريبا كان مفاجآت على الناس اللي عندهم الشيب والناس اللي تحب تفتح الشعر، جايبه لكم حاجه جديده خلاص باذن الله راح تعاونكم في تفتيح الشعر وتغطيه الشيب. هنا البنات ديما الصبغة تمساجوها ما تخلوهاش، تقدروا تتحكموا في درجة اللون بالتوقيت، قادرين تخلوها 10 دقائق تخرج لكم فحد الرمادي يهبل، وقادرين تطولوا بها تعطيكم يعني تغطية شاملة للشيب وكذلك ليماش ديما وقتاش نغطوهم؟ نهار اللي تزنجروا او كرهنا منهم او انهم هبطوا بزاف وراح نعودوهم، فهنا طبعا لازم نديروا. اذا كانت عندك لي غاسين طالعه نورمال جدا ديري، راح تعطيك لون جميل جدا لانه رقم 6 مليح. واذا كانت يعني ليماج تاعك في البلاتين ايضا حتعطيك لون يهبل. هاوليكم يعني صراحه من اروع الالوان انا نحبها. هاي ليكم، لانه احيانا نضطروا نكمفلوا ليماج كيف زوفه، من الاحسن ردوهم هاك خير. ومع الغسيله لبالكم هذه رقم 6 تزيد تريقل لكم ليماج مليح مليح وتعطيكم لون جميل جدا. يعني كاينه الوان كي تفاصي بها تعطيك الوان جميله. اذا البنات هاوليكم اللون نشفتوا، ان شاء الله يكون عجبكم. خلوا لي ارائكم في الجروب، هنخليكم صندوق الوصف وهنخليكم قناتي الثانيه، واتهلوا في رواحكم وان شاء الله يعني تكونوا بخير وعلى خير. راح تشوفوا طبعا كيجف، وهذا اللون يخرج بعده الوان. اذا كنتوا تحبوا نديره لكم باندريا قولوا لي. تهلوا في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله.